أنا اسمي عمر وائل. أنا طالب عايش في ألمانيا بقالي سنة. أنا الخطوة دي بقالي كتير جدا عايز أعملها، بس دايما طالع على نفسي حاجج، دايما الظروف مش سامحة، بس حاسس إنه لازم آخد الستيب دي. يعني أنا حبيت أعمل شانل على اليوتيوب علشان اكسبرس ماي سيلف بطريقة فيها حرية أكتر في الوقت، فيها حرية أكتر في إن أنا عندي كلام كتير، شخص رغاي جدا جدا، ويعني عمري ما بران اوت اوف ووردز تو سي في حاجات انا مريت بيها، حاجات انا عندي اراء فيها. ببقى عايز ادوكيمنت جزء كبير من الجيرني بتاعتي من ساعه ما سافرت، فحسيت ان واي نوت اعمل شانل على اليوتيوب. لو انت ما تعرفنيش فانا بيسكلي يعني بحاول ادوكيمنت حياتي في المانيا. ممكن برضو احاول اوريكم سايد للعيشه للناس اللي عايشين بره، سايد يمكن المصريين اللي عايشين في مصر مش عارفينه قوي، او حاطين المغتربين او اللي عايشين بره في براكت معين. وبصراحه انا مش حابب البراكت ده، ومش حاسس ان احنا الصوره بتاعت الناس اللي عايشه بره واصله بجد للناس اللي عايشين في مصر. فيعني واي نوت نحاول ناخد شويه انسايت لحد عايش بره. بقالي سنه اهو، فيعتبر يعني دخلنا في الكونسيستنت لايف، دخلنا في الروتين، دخلنا في الحاجات العادية، خلاص عدينا كل الحاجات المراحل اللي الناس بتمر فيها في الأول بعد التعود وبعد الكلام ده كله. وفي نفس الوقت عندي شوية خبرات برضو ممكن أحاول أشيرها مع ناس عايشين بره دلوقتي أو بيفكروا يعيشوا بره. ممكن حد يستفيد، ممكن حد يريليت، يعني مجرد شيرنج للإنسايت بتاعي العيشة بره اللي أنا اكتشفته في آخر سنة. البوستر اللي ورايا ده بيعبر عن أكتر كوت أنا بحبها وعايش بيها في حياتي كلها، يعني من فيلم ألف مبروك. أحمد حلمي كان قال: ما أعظم أن تكون غائبا حاضر على أن تكون حاضرا غائب. حسيت إن هي حاجة حلوة إن أنا ابتدي بيها في أول الفيديو. طبعا إحنا هنكتشف مع بعض الجيرني دي عشان أنا كبني آدم مبتدئ جدا، مهما عملت كنت بعمل فيديوهات على الانستجرام أو على تيك توك. اليوتيوب ده قصة تانية خالص، في حاجات كتير بدائيه. في عندي هنا اهو اكشن فيجرز، يعني قلت احطهم معايا. احنا بنكتشف مع بعض احنا القصه دي هنعمل فيها ايه. ممكن يبقى في فيديوهات طبخ، ممكن يبقى في فيديوهات اطول شويه اتكلم فيها او احكي فيها عن حاجات مريت فيها في اخر سنه. ممكن برضو ناس تطلع معايا ونتكلم مع بعض عن الغربه وعن مرينا بايه من ساعه ما عشنا بره. ناس سافروا معايا وناس عايشين بقالهم سنين اكتر. برضو من الحاجات اللي انا عايز اعملها ان ممكن اعمل فلوجز ازاي طالب عايش في المانيا بيجمع ما بين الدراسة والشغل، وايه الحاجات اللي انا بعملها في يومي زي اي حياة طبيعية. ممكن تكون مختلفة عن مصر، ممكن تكون زي مصر. ايه الحاجات اللي انا اكتيفيتيز ممكن بعملها. فببساطة يعني انا هاخدكم معايا في ما تبقى من هذه الجيرني، ايا كان هتاخد قد ايه. ستي تيوند، لايك وسبسكرايب للقناه لو عايزين تشوفوا نوع الكونتنت ده. احتمال كبير البوستر اللي ورايا يبقى مايل فمعلش هنستحمل بعض. انا حاولت اظبطه كذا مره، احاول اظبطه تاني. لو كملنا الفيديو لقينا لسه مايل، فده معناه ان انا صورت الفيديو قبل ما اصور الكليب ده ومعرفتش اظبطه. الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى مظبوط.